السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا رانيا رجعت لكم النهارده بوصفة جديدة ان شاء الله تعجبكم. وما تنسوش بقى اذا عجبكم الفيديو اشتراك ولايك علشان يكبر القناة ويكبر عيلتنا ان شاء الله. معانا النهارده وصفة مكرونة بشاميل، بس من احلى واخف وصفات المكرونة بشاميل اللي ان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم. من غير زيت ومن غير سمنة ومن غير زبدة ومن غير تحمير ومن غير حتى بشاميل جاهز. عملنا احلى واخف بشاميل ممكن تدوقوه في حياتكم. احنا هنا حاطه على النار ميه تغلي وحطيت فيها ملح علشان المكرونه. هنا عندي لتر ونص من الحليب، حطيت عليهم 7 معالق دقيق. لو معيارك لتر حليب او لتر اللبن 5 معالق دقيق. انا هنا عندي لتر ونص. هنا عندي المية بتاعتي كده خلاص بدأت تغلي. ضفت فيها المكرونة الكمية اللي انتي تعمليها او حسب البايركس او الصينيه بتاعتك. انا ما بضيفش في ميه المكرونه حاجه غير الملح فقط، لا زيت ولا اي حاجه تانية. ميه المكرونه عموما ايا كان انت هتعمليها ايه ما بينضافش فيها غير الملح فقط. هنا البشاميل بتاعي كان خلاص ابتدى يتقل، وبحط الدقيق على البارد. اول ما يدوب اولع النار وافضل ايدي فيه لحد ما يتقل. هنا انا هضيف البهارات بتاعتي. عندي هنا معلقتين صغيرين ملح، معلقه صغيره مرقه دجاج، ومعلقه بابريكا وتوم باودر وبصل باودر ورشه فلفل اسود. ده علشان يطعم البشاميل بتاعي. انا ما عملتش اي حاجه في البشاميل، غريت له نص من الحليب، ضفت لهم 7 معالق دقيق. لو معيارك لتر حليب يبقى 5 معالق دقيق. بقلبهم على البارد وبعدين ارفعهم على النار. لا تحمير ولا سمنه ولا البشاميل تقيل ولا دسم ولا اي حاجه خالص. بفضل ايدي فيه لحد ما البهارات بتاعتي تدوب، وافضل على طول ايدي فيه علشان الدقيق ما يلسعش معايا في الحله. واحلى بشاميل هتعمليه، حاجة خفيفة ولطيفة خالص. جبت هنا البايركس او الصينية او القارب اللي انا هعمل فيه. اول حاجة طبعا بحط رشة محترمة من البشاميل، ده علشان البشاميل المكرونه بتاعتي تبقى متشبعه من البشاميل. ولو نسيتيها برضو في الفرن ما تخافيش عليها، وعلشان يبقى الطاجن جوسي كده ومن فوق لتحت المكرونه متشبعه بالبشاميل. هنا احط طبقه محترمه كده من البشاميل بتاعي. انا كل حاجه عندي مستويه وبعمل البشاميل تقيل. هنا المكرونه بتاعتي كانت لسه حالا نازله من على النار، يعني باين الدخان بتاعها. مش بغسلها ومش بعمل فيها اي حاجه خالص، بصفيها بس وبشتغل بيها، ما بعملش اي حاجة تانية. بنزل طبقة حلوة برضو من المكرونة بتاعتي علشان تبقى السمك بتاعها مش تخين، ولكن طبقة صينية المكرونة تبقى الطبقتين بتوعها حلوين. بوزعهم كويس جدا، بحط لحد ما الطبقة او السمك بتاعي يتظبط. هنا انا بظبط السمك. وما ننساش نكبسها علشان تبقى كل مكرونية لازقة في التانية، ما فيش واحدة سايبة. بحط عليهم برضو شوية بشاميل علشان المكرونة بتاعتي تبقى جوسي ومتشبعة من البشاميل. لو حابة تحبي لو حابة تحطي تشكيلة جبن مفيش اي مشكلة، بس انا بحط الجبن على الوش. هنا بحط الحشو بتاعي وبوزعه كويس جدا عشان الحشو يبقى متوزع في كل القارب بتاعي او كل البايركس بتاعي كويس جدا. واخد القطعة تبقى متشبعة كويس جدا وتبقى حلوة. انا هنا خلاص حطيت عليها برضو شوية من البشاميل. هنا ببدأ واحدة واحدة اوزع المكرونة بتاعتي، اسويها علشان اما اكبسها تبقى مظبوطة 100% ومفيش اي فراغات. والمكرونة بتاعتي تبقى ماسكة نفسها كويس، مش ما اجي اطلعها من القارب او من البايركس حتى لو سخنة تبقى سايبة نفسها. اضغط عليها كويس جدا. هنا احط البشاميل بتاعي، اغرق الطبقة بشاميل، يعني شبعي المكرونة بشاميل علشان وانا بطلعها من القارب تبقى جوسي وتبقى شاربة من البشاميل كويس جدا وتبقى يعني متشبعة كويس جدا من البشاميل. انا هنا خلاص حطيت كويس جدا. بخبط بالقارب بتاعي او البايركس بتاعي بالراحة جدا عشان البشاميل يتغلغل في المكرونة كده ويدخل جواها. انا كنت وانا شغاله مشغله الفرن على اعلى حاجه. اول ما هبدا ادخلها اهديه درجه الحراره اللي انا عايزاها. انا هديته على حوالي 160 او 170. هي دلوقتي كانت بدات تحمر من الاطراف باينه معايا وتاخد لون. اول ما بدات الاطراف تاخد لون طلعتها وحطيت لها الموتزاريلا ودخلتها تاني. حاجه في منتهى الجمال، حاجه روعه. ان شاء الله ان شاء الله تعملوها وتجربوها. البشاميل ما فيش ولا احلى من كده ولا اخف من كده. والناس اللي ما بتحبهاش وما بتحبش تعملها لسبب ان هي
هي بتبقى دسمة والبشاميل دسم، وداعا للبشاميل المتحمر، وداعا البشاميل الجاهز، وداعا للزيت والسمنه. ولا احلى ولا اسهل، ما شاء الله. شوفي طبقه البشاميل اللي انا حطيتها تحت ساعدتني ان انا اطلع القطعه بسهوله خالص. المكرونايه جوسي وطريه جدا، حاجه ما فيش احلى من كده واخف من كده. خطوه الموتزاريلا دي اختياري للناس اللي مش متوفر عندها او اللي مش بتحبها، براحتك. بس هي بتديها مطه وبتديها طعم كده مفيش احلى منه. لو مش هتضيفيها مفيش اي مشكله، حمري الوش بتاعك عادي. انا حتى لو ما بضيفش موتزاريلا ما بحطش لا بيض ولا اي حاجه على الوش. حاجه في منتهى الروعه، حاجه في منتهى الجمال. ان شاء الله مستنياكم تجربوها وتقولوا لي ان شاء الله رايكم. ما تنسوش باللايك والاشتراك علشان نكبر عيلتنا ونكبر اسرتنا، ودي حاجه ان شاء الله هتدعمني وتخليني اكمل ونعمل حاجات احلى واحلى.